يعني في غالب قصص الحب بتلاقي السهم الأول الذي أدى بدخول الحب إلى القلب هي النظرة للمحبوب. لذلك بيقولوا الحب من النظرة الأولى. ولكن من أغرب قصص الحب إنك تحب وتشتاق وتحن لناس بعمرك ما شفتون ولا بتعرفون. قال الشاعر فيهم: ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الضامي وما ورد، وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. غرابة الحب كونك حبيت شخص إذا ذكر سكن قلبك. تحب أحيانا أن تلقاه ولكن لا أن تشكو همك إليه أبدا ولا أن تتكلم أبدا. تضمه فقط، يمسح على رأسك فقط، يضع يده على صدرك فقط، فيسكن لك همومك ويفك ضيق وقساوة قلبك. هذا الشخص الذي إذا جعلت جميع دعائك صلاة عليه يغفر ذنبك ويجلى عنك كربك وهمك. هذا الشخص اللي كل ما تفكر إنك يئست من التوبة إلى الله تعالى تذكر إنه بالآخرة لما نروح أنا وياك لعن كل نبي، وكل نبي يدلنا على اللي بعده. سيدنا إبراهيم بدلنا على سيدنا موسى، سيدنا موسى بدلنا على سيدنا عيسى، عندها سيدنا عيسى يدلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيسجد المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كل مرة يسجد فيها يقول: يا رب أمتي أمتي. فعندما يسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم المرة الرابعة فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيأذن الله تعالى له ويقول له: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فنكون عندها أنا وأنت في أسعد لحظات حياتنا. فذلك هو أغرب أنواع الحب، حب إلى من لم نلقهم أبدا، حب إلى ذلك القمر الذي طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري.